في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم 3 فيديوهات بالصوت والصورة داخل الحلقة. أول فيديو معانا هعرضه لحضراتكم فهو لراجل بيغسل رجل زوجته بالمية والملح. هنشوف الفيديو ده وهنشوف كمان بيقول لها إيه بداخل المقطع ده، وكمان هنفهم تفاصيله. أما بالنسبة للمقطع التاني واللي هعرضه لحضراتكم بداخل الحلقة فهو لراجل بيصور المطبخ بتاع بيته علشان يفضح مراته على السوشيال ميديا، وكمان هنشوف بيقول ايه في داخل المقطع ده. اما بالنسبة للمقطع الثالث واللي هعرضه برضو لحضراتكم بالصوت والصورة داخل الحلقة فهو لترزي خياط للأسف بيصور واحدة سيدة موجودة عنده في المحل بتاعه أثناء ما هي بتغير الملابس بتاعتها، وبيبدأ ان هو يصورها وينشر الفيديو ده على السوشيال ميديا. علشان كده كملوا معانا الفيديو للنهاية، وياريت لو تحط لايك للفيديو. ودلوقتي علشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف اول فيديو مع بعض ونرجع نفهم تفاصيله. ربنا يخليك ليا يا ام عمار، واعيش عمري كده يا ام عمار، وما يهمنيش انتقاد الناس. طالما بعمل حاجه ترضي الله ورسوله هعملها وارضيك، واعيش عمري كله اخدمك زي ما انت برضو بتخدميني وشقيانه معايا وبتغسلي لي رجلي لما بكون تعباني. انا برضو بعاملك معامله بالمثل، لان انت مسؤوله مني وهتحاسب عليك. هل ترى الفعل اللي هو عمله ده صح ولا غلط؟ اترك وجهة نظرك في التعليقات. في ناس بتقول ان ده حب، وناس بتقول ان ده غلط، مش ينفع اصلا يتصور يعمل كده مع زوجته. ده اول فيديو معانا. زي ما حضراتكم شفتوا كده الافندي قاعد تحت رجلين زوجته وبدأ ان هو يغسل لها رجليها بالمية والملح، وبيقول ان الدين امره بكده. الدين امرك ان يكون ما بيننا مودة ورحمة، ما قلناش اي حاجة، ولكن انت فاهم الموضوع غلط. انت فاهم الموضوع غلط ان انت اللي انت فيه ده انت كده في مذلة. طبعا لو زوجتك تعبانة او رجليها فيها حاجة تعبانة بمعنى ان هي مش قادرة تقف على رجليها بمعنى الكلمة، رجليها فيها حاجة زيادة عن اللزوم، ده ما يمنعش ان انت تعمل التصرف ده. يعني ساعتيها هيكون عندك مثلا ان انت محترم زوجتك وان هي تعبانة وان انت بتقدرها، ما قلناش فيه اي حاجة، ولكن ان هي تبقى بكامل صحتها وحضرتك كده تقعد تحت رجليها وتبدأ انها تبدأ تدعك لها رجليها بالشكل ده، ده اسمه مذلة. الدين ما امركش بكده. الدين امرك ان انت يكون عندك حب اتجاهها، ان يكون في مودة ورحمة ما بيننا، ولكن ما توصلش لحد المذلة اللي انت قاعد فيها. وكمان اللي زاد الطين بلة اكتر ان حضرتك كمان بتصور اللي انت بتعمله وبتنشره على السوشيال ميديا. ده في حد ذاته الأسوأ والأكتر من اللي انت بتعمله ده، ان حضرتك كمان بتنشر الفيديو على السوشيال ميديا علشان تبين للناس قد ايه انت محترم زوجتك. ولكن يعني الفيديو بصراحة يعني مستفز جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفيديو التاني ونرجع نفهم تفاصيله. ده مطبخي، اتفرجوا يا جماعه كده واحكموا. واحده طول النهار قاعده كده في البيت اهي، لازمتها ايه ديت؟ قاعده ما اناش عارف. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا، ده منظر بيتي اللي انا عايش فيه. اتفضلوا يا جماعه شوفوا واحكموا بنفسكم، عشان انا ظالم وانا ابن 200 كلب مفتري. اتفضلوا. ده ايه ده؟ يرضي من ربنا ده؟ ده يرضي من ربنا ده يا جدعان؟ ها؟ ده مين ده يا جدعان؟ يرضي من ربنا ده يا جدعان؟ واحده قاعده طول النهار في البيت ما هيش حامله هم حاجه في الحياه. ده منظر مين يرضي ربنا ده يا جدعان؟ يرضي مين ده منظر؟ ده مطبخ، ده منظر مطبخ ترضوه انتم بيوكوا كده؟ بس يلا ده بالنسبة للفيديو التاني اللي معانا. طبعا انا هعرض لكم الفيديو التالت دلوقتي، ولكن الاول احنا عندنا بس توضيحة بسيطة بخصوص الفيديو ده بالنسبة للشاب اللي ناشر الفيديو ده، بخصوص ان زوجته مهملة في المطبخ بتاع بيته.
طيب دلوقتي انا عاوز بس ان انا اسأل سؤال بسيط، هل حضرتك يعني بمجرد نشرك للفيديو ده على السوشيال ميديا هل المشكلة بتاعت حضرتك اتحلت؟ يعني دلوقتي حضرتك بتسأل الناس وبتقول لهم هل ده يرضي ربنا؟ يعني انت منتظر مثلا ان انا ادخل ارد عليك او فلان ده يدخل يرد عليك في التعليقات ويقول لك لا ما ينفعش احنا المطبخ عندنا احسن من ده؟ يعني ده مش طبيعي ان حضرتك يعني تحل مشكلتك على السوشيال ميديا بان انت تنشر فيديو زي كده من داخل بيتك علشان تسأل الناس. انت حضرتك مش قادر تحكم في بيتك، هل احنا اللي هنيجي نحكم لك في بيتك؟ يعني حضرتك مش قادر تتحكم في بيتك، احنا مش هنيجي نتحكم لك في بيتك. هل حضرتك مستني ان الشرطة مثلا تيجي تقبض على مراتك مثلا بتهمة ان هي ما بتنظفش المطبخ عندك؟ بصراحة فيديوهات مستفزة جدا للوقائع اللي بتحصل في خلال اليومين دول. يعني انت حضرتك مستني ايه يعني من ان انت تنشر فيديو زي كده؟ انت مش قادر عليها، اشتكيها لبيتها، اشتكيها لابوها، اشتكيها لامها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفيديو الثالث مع بعض ونرجع نفهم تفاصيله. ده بالنسبة للمقطع الثالث اللي معانا. زي ما حضراتكم شفتوا كده الترزي صور السيدة اللي متواجدة عنده في المحل وبدأ ان هو ينشر الفيديو بتاعها على السوشيال ميديا. طبعا للأمانة احنا عملنا بلور على وشها علشان خاطر الخصوصية. طبعا بالنسبة للترزي ده هو تم القبض عليه في خلال الكام ساعة اللي فاتت، وهو حاليا دلوقتي موجود في ايدي الشرطة، وطبعا يستاهل اللي هو حصل له. وللأمانة هو اعترف على نفسه وقال ان هو مش اول مرة انه يعمل حاجة زي كده، وانه صور ستات كتير بنفس المنظر ده. ولكن الفيديو ده نتمنى ان توصل رسالة لحضراتكم، وهي الرسالة ان انت حضرتك بدل ما تروحي عند ترزي رجالي، الافضل والاحسن ان حضرتك تروحي عند سيدة زيها زيك. ده الافضل، ده الافضل تجنبا للمشاكل اللي بتحصل اللي زي كده، لان واحد زي كده ما احترمش لقمة عيشه وما احترمش الامانة اللي هو فيها. للاسف خان الامانة، وطبعا كل ده هيتردله لو ما تردلوش في بنته، هتتردله لاخته لامه، ولكن يعني كده كده هتتردله في الاول والاخر، لان كما تدين تدان. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنساش تدعم الفيديو ده باللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة، والاهم من ده كله صل على النبي.